تفضل دكتور فهد القنة. شكرا لأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ الرئيس، أنا ما راح أتكلم عن موضوع الدوائر. أنا لي موقف واضح مع تعديل الدوائر، لكن أرجو من رئيس الوزراء أن ينتبه إلى كلامي. أنا سأتكلم على التضامن الوزاري. من حق رئيس الوزراء أن يغير رأيه، وحصلت أن أثناء التصويت ثم بعد ذلك الحكومة تغير رأيها. هذا حصلت قبل هالمرة، لكن كان التغيير ما يصير بالتناقض. يقوم رئيس الوزراء بنفسه ويبدي وجهة نظر. أنا أقول لأخ رئيس الوزراء، لا يا علي، أنا أقول لأخ رئيس الوزراء وأختلف جذريا مع أخوي مشاري عنجري. أخطر شيء إلغاء التضامن الوزاري، سواء في قاعة القبة، في قبة البرلمان، أو أنا اسمح لي لا تقاطعني أبو فيصل، أنا ما قاطعتك لو سمحت. أنا أختلف جذريا معاه، لأن هذا أخطر شيء يضعف الحكومة ويربكها. وأنا أقول اسمح لك الرئيس، وجهة نظرك. الأخ الرئيس، الآن عندنا شغل مجلس الأمة شنو؟ اقتراحات بقوانين ومشاريع قوانين، والتعديلات تقدم في الغالب على المواد. هل المطلوب الحكومة كل مادة يقدم على النواب يطلعون ويعطون مجلس الأمة ويردون برأي واحد، ولا المفروض أن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ويتشاورون فيما بينهم، وإذا قرر رئيس الوزراء رأي تلتزم فيه الحكومة؟ هل المطلوب احنا كل مادة لو سمحت؟ هذه أنا أقول لك الشيخ ناصر، هذه بداية ضعف بالحكومة. لا تظن أنا مؤيد الدوائر، لكنني ليس من مصلحة الكويت ضعف الحكومة، لأن الحكومة ما فيها قوة زايدة عشان نرد نضعفها بهالموقف الخطير بإلغاء التضامن في قبة البرلمان وفي مواقف الوزراء. شكرا. فأرجو أن تكون حكومة متضامنة ورأيها واحد. وأي نائب، أنا سبق لي موقف مع الأخ الرئيس عشان ما يقول موقف جديد. مجلس 96 الشيخ علي سالم العلي وقف هنا وصوت امتنع، وقلت له يا شيخ علي اما تستقيل الآن ولا تعدل تصويتك. شكرا فهد. أنت وزير حكومة، ما يصير التناقض في موقف الحكومة. شكرا فهد. هذا موقف لمصلحة الكويت، وأنا أقول لا تضعف الحكومة أكثر من ذلك. شكرا فهد. ليس بها من القوة الكافية. شكرا دكتور فهد.